العميل اختفى بعد ما سلمت الشغل، فلوسك راحت، ولا تقدر تجيب حقك حتى لو هو في آخر الدنيا. وأصعب لحظة لأي فريلانسر، الشغل يخلص والعميل يماطل أو يختفي. الحل هنا اسمه بند حل النزاعات. البند ده بيحدد لو حصل خلاف نحله ازاي، ومين القانون اللي هيمشي، بلدك ولا بلد العميل. أول خطوة التفاوض الودي واز. اتفقوا تحاولوا تحلوا المشكلة خلال 15 يوم. وده بيحل أغلب النزاعات أصلاً. تاني خطوة التحكيم بديل أسرع من المحكمة، ممكن أونلاين، وقرار المحكمة ملزم زي الحكم القضائي. آخر حل المحكمة، بس هنا السؤال الخطير، محكمة مين؟ بلدك ولا بلده؟ عشان تحمي نفسك اختار القانون اللي يحكم العقد يكون قانون بلدك عشان ما تضطرش تسافر وتقاضي بره. وحدد مكان التقاضي بذكاء، يا إما عندك يا إما تحكيم إلكتروني يوفر وقت وفلوس. خد بالك من لغة العقد، لو إنجليزي اكتب إن العربي هو المرجع قدام المحاكم المصرية. معلومة مهمة، في مصر التحكيم لازم يكون مكتوب، ولو وافقت على محكمة العميل هتسافر له غصب عنك. لو المشروع صغير خلي حل النزاع عن طريق المنصة نفسها زي أبورك أو مستقل، أسرع وأرخص. اكتب في عقدك حل ودي ثم تحكيم إلكتروني. وخلي العميل يعرف إنك فاهم. لو انتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على تيك توك ما تنسوش فولو وريبوست، ولو على فيسبوك لايك وفولو. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.